السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا إلى الفيديو الثاني من حول تحقيق الصحفي، ولا بد من الإشارة إلى تصحيح في كلمة لانكيت، نضيف إليها حرف أ. نسيت أن نضيف خطأ في الرقانة، خطأ رقاني. إذن وصلنا إلى منهجية التحقيق الصحفي. يقوم التحقيق على منهجية تتطابق مع المناهج المستعملة في الحقل الأكاديمي، وخاصة من الموظفة في البحوث الاجتماعية. ويتبع الصحفي في إنجازه في تحقيق الخطوات التالية: أولا، تمييز الموضوع بناء على مشكل قائم. ثانيا، القيام بالبحث التوثيقي من أجل إعداد ملف التحقيق. ثالثا، صياغة الفرضيات. رابعا، التجريب expérimentation. خامسا، حاصلة التحقيق، نتيجة التحقيق بين قوسين. نعود أولا، تمييز الموضوع بناء على مشكل قائم قد يكون منطلقه خبرا صغيرا في ركن معزول من صحيفة ما، وإذا ميز الصحفي موضوعه بدقة فإن ذلك يسهل تحديد زاوية المعالجة التي غالبا ما تكون حتمية بين قوسين تفرضها المشاكل المطروحة ولا بديل عنها في التحقيق. ثانيا، القيام بالبحث التوثيقي من أجل إعداد ملف التحقيق، وهذا الأخير ضروري عكس الاستطلاع الذي قد يستغني عن الملف التوثيقي كخطوة لا منص منها لفهم الموضوع وتحويله إلى إشكالية قابلة لأن توزع إلى فرضيات تعتبر جسرا نحو الميدان. وهاتان النقطتان الأولى والثانية تشكل مرحلة البحث القبلي pré-enquête. ثالثا، صياغة الفرضيات. إن صياغة فرضيات جيدة رهينة بفهم جيد للموضوع المطروح الذي هو نفسه مرتبط بدراسة ملف التحقيق، والميدان هو الذي يدعم هذه الفرضيات أو ينقضها من أجل الوصول إلى الحقيقة. ولا بد من أن يتم الانتباه إلى طريقة صياغة الفرضيات لأنها تؤثر لا محالة على ما يأتي بعدها: اختيار المصادر، ارتياد أماكن بذاتها للمعاينة، اختيار أسئلة التحقيق. بالنسبة للتجريب، ويعني ذلك تجريب صحة أو خطأ الفرضيات. أما بالنسبة لحاصلة التحقيق، نتيجة التحقيق، وهذه الحصيلة لا تخرج عن إطار ما ينتج عن الجدل الداخلي بين المعطيات، الوثائق والشهادات والإفادات والإسناد الموضوعي وباقي أشكال التحريات الميدانية.